السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمال فريد ودي قناتي. النهاردة هعمل معاكم حلو كده نقدر نقول عليه جاتو، بس هو اقتصادي وبيخلص بسرعة. ده عبارة عن بسكوت، أي بسكوت يعني إن شاء الله بسكوت ميري، بسكوت شوكولاتة، بسكوت سادة، أي نوع بسكوت عندك. ده حوالي 250 أو 300 جرام. هنحطه في الكبة. انا كده طحنتها اهي، تبقى ناعمه قوي كده. تمام. طبعا هتعملي حساب ان البسكوت هتشوفيه اذا كان مسكر قوي ومش محتاج سكر مش هتحطي له سكر، لو يعني محتاج هتحطي له. انا هحط له معلقتين سكر بودر ومعلقه كاكاو، لان انا جايبه البسكوت بالكاكاو، فانا هحط له معلقه واحده كاكاو كبيره لانه خام. تمام. لو انت جايباه بسكوت اللي هو الابيض ده العادي ده الفانيليا، ممكن تحطي له معلقتين كاكاو. انا كده خلطتهم ببعض. هحط لها ربع كوبايه زبده، طبعا هخلي الزبده تدخل فيها كلها. انا كده خلصتها، تبقى كده شبه الايه الرمله المنديه، الزبده تبقى في كل حته في الرمله في معلش اسفه، في البسكوت والشوكولاته. كده خلاص خلصنا. هنحط بقى يعني حوالي من كوبايه لربع الكوبايه لبن، عبال يعني على حسب البسكوت ما ياخد منك، هنحطه حبه حبه. اهي انا عجنتها. اهي تتلم عشان تعرفي تكوريها، تعرفي تشكليها. اهي انا كده اهي عملتها زي رول كده، بس انا ما عنديش ورق زبده، انا عاملاها على ورق زبده بس ما عنديش ورق زبده اللي هو الفخ، انا عندي اللي هو الصغير ده، فانا حطيت 2 كده ان شاء الله ايه تشتغل معانا يعني باذن الله. ظبطيها كده بسم الله. يعني ايه جامد كده، لفيها جامد كده كأنك بتلفي محشي. بس انا الورق الزبده زي ما قلت لكم كده ايه ما نفعش معايا، فحطيته ايه ستريتش راب. ماشي. تلفيه جامد وتقفليه من هنا جامد على قد ما تقدري. لفي اهو. هحطه في التلاجة من ساعة لساعتين وبعدين نطلعه من التلاجة. كده رجعنا بعد ما طلعناه من التلاجة، نحطها مع بعض بسم الله. بسم الله. هي بس ايه دي كده علشان انا وانا بلفها ما لفتها صح قوي، عشان انا لفها في حاجتين. انتي بقى لو جبتي ورقة زبدة او ورق فويل او حاجة ولفتيها مرة واحدة
حطيت نعناع متساوية اكتر من كده. انا قطعتها وعملت صوص شوكولاته. بتسيحي الشوكولاته في حمام مائي، بتسخني ميه، بتغلي ميه، وبعدين بتحطي طبق الشوكولاته فيها وتفضلي تقلبي فيها. لو طلعت تخينه منك قوي بتحطي حته زبده وتخفيها فيها. وهنحط بقى، هناخدها كده اهي. بترصيها كلها بقى وبتعمليها كلها كده في قلب الصوص، يعني تلات ارباعها بيدخل جوه الصوص، وبتطلعيها بالشكل ده اهي. بتبقى بالشكل ده كده، يعني تلات ارباعها بيبقى جوه اهي. كمل الكمية وارجع لكم. كده شكلها النهائي. انا حطيتها في الشوكولاته وبعدين حطيت عليها فرماسيل. انت عندك اي حاجه زوقي بيها، بس تزوقي بسرعه لان احنا في سقعه، فالشوكولاته جمدت بسرعه، يعني ما مسكش عليها الفرماسيل كويس. انت بقى يعني حطيها وقومي حاطه عليها الفرماسيل او الحاجه اللي هتزوقي بيها على طول. طريقه سهله وسريعه وحاجه حلوه بتديها لولادك كده. ويا رب جربيها وتعجبك، واشوفكم من الفيديو الجاي على خير. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.